السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله كيف ما كتلاحظوا غنشارك معكم واحد الوصفة اللي رائعة جدا، وهي الكنافة مالحة الفردية. الصراحة اللي كتجي هائلة. ندوزو للطريقة والمقادير على بركة الله. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو فيهم 250 غرام ديال كفتة البقري، وعندي واحد البصله كبيره مشلطه. غنحتاج الزعتر، وعندي الابزار، عندي الملح، عندي جوج كيريات، عندي جوج معالق ديال المعدنوس، وعندي الشامبينيون شامبينيون معلب. بالنسبه للبيشاميل عندي لا كريم فريش ديال 200 مليلي، وعندي واحد 60 غرام ديال الزبده تكون سبيسيال، وعندي 60 غرام ديال الدقيق. بالنسبه للكنافه عندي 300 غرام ديال الكنافه، وعندي هنا غناخد قد الزبده قد الزيت المائده، وعندي بودره الثوم في واحد المقلاة اللي درت قليل من الزيت، وزدت معاهم واحد المعلقه ديال الزبده غير غيسخنوا. غنزيد معاهم البصله، ها هي بعد ما درت ديك البصله كبيره مشلضه غنشحروها مزيان حتى تنزل. عاد ان شاء الله غادي نديروا ليها التوابل باش غادي نتبلوها. انا في هاد التوابل كيف ما ذكرت معكم غادي نكتفي غير بالملح والفلفل الاسود. انا درت قليل من الملح كتبقى حسب الذوق. وغادي ندير الفلفل الاسود، وغادي نخلي هاد البصله حتى تنزل ليا مزيان. عاد نزيد المكونات الاخرى، ونتمناكم انكم تجربوا هاد الوصفه، لان الصراحه كتستحق تجربه وكتجي شي حاجه اللي بنينه ورائعه. دابا بعد ما نزلت لي البصل كيف ما كتشوفوا غادي نزيدو داك الشامبينيون. الا عندكم الشامبينيون فخي من الاحسن، ما عندكم ديروا غير المعلب. ودابا غادي نزيد ديك 250 غرام ديال الكفته، ومن الاحسن انكم تستعنوا بشي معلقه خشبيه باش ديك الكفته تفرتت هكا ما تبقاش مجموعه. وغادي نبقاو نشحروا فيها حتى طيب حتى هي مع هاد المكونات. نحاولوا ما نطيبوهاش بزاف باش ما تجيناش ناشفه، لانها باقا غادي تطيب. وها هما كيف ما كتشوفوا بعد ما طابت الكفته. دابا غادي نزيد داك الزعتر اللي حكيت ما بين يديا. صراحه الزعتر تيعطي واحد المذاق رائع. وغنزيد دوك جوج فرماجات، جوج كيريات، ولا اي فرماج متوفر عندكم. حتى لا كان الفرماج مربع ماشي مشكل، لا كان مثلث، اي نوع ديال الفرماج عندكم خدموه. غادي ندير واحد جوج معالق ديال المعدنوس. انا كان عندي المعدنوس في المجمد هو اللي غادي ندير، عندكم طري من الاحسن. وغادي نحرك دابا رانا طفيت النار. عاد درت هاد المعدنوس باش يبقى عاطينا النكهه. وغادي نخليو هاد الحشوه جانبا في هاد الكسرونه اللي درت فيها ديك 60 غرام ديال الزبده، وغنزيد عليها 60 غرام ديال الدقيق. وغادي نحركهم جيدا حتى بحال يطيب لي داك الدقيق مع ديك الزبده. وغادي نزيدهم ديك 200 مليلتر ديال القشده الطريه ديال الطياب لا كريم فريش. وغادي نحركهم جيدا. بالنسبه لهاد البيشاميل راه كتكون شويه ثقيله، الا جاتكم ثقيله بزاف تقدروا تزيدوا واحد نص كاس ديال الحليب. انا ما زدتوش، اكتفيت بها بحال هكا. وغادي نزيد معها القليل من الابزار. ما غنزيدش الملح لانني عندي الفرماج حمر مالح. ودابا ان شاء الله غادي نزيد داك الفرماج غير الوقت اللي يذوب ليا فيه الفرماج. غادي صافي نحيدها نطفي النار. وغادي ندوزو ان شاء الله. هي البيشاميل ديالي بعد ما وجدات مع داك الفرماج غادي نزيدها على الحشوه، وغادي نحركوه جيدا حتى تنسجموا لنا هاد العناصر باش ندوزو ان شاء الله باش نصايبوا الكنافه. كيف ما كتشوف هاد الحشوه كتجي معلكه وكتجي رائعه، هانتوما كيف كتلاحظوا. ونخليوها تبرد شويه وندوزو ان شاء الله باش نوجدوا ديك الكنافه ديالنا. بالنسبه للكنافه كيف ما قلت لكم يكون قد الزبده قد الزيت. وانا عندي 300 غرام ديال الكنافه. غادي نخوي فوق هذا الخليط، وغادي نلبس ديك الكنافه بالزبده والزيت، وندير فيها بودره ديال الثوم هانتوما كيف كتشوفوا.
وغادي نحاولوا نلبسوها مزيان حتى تدخلنا ديك الزبده والزيت في هاد الشعيرات ديال الكنافه. وعندي هاد الليمون هادو الصغار غادي نحاول نلبسهم ليهم، وتحاولوا تخليو الكنافه طالعه شويه على الجوانب، وضغطوا عليها مزيان بحال تشكلوا على شكل عش. هانتوما كيف كتشوفوا. وغادي ندير واحد المعلقه ديال الحشوه، نعمر هاد الحفيره بهاد الحشوه، وغادي نعاود معكم واحده اخرى. راحه ساهله ولكن كتجي مختلفه، كتجي عاطي واحد المذاق اللي رائع. انا راه فايت لي وسبق لي وشاركت معكم الكنافه حلوه، ودائما كندير الكنافه، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، لان اي حاجه مجربه عندي وكتجي رائعه ما كنبغيش نبخل عليكم، كنبغي نشاركها معكم. هانتوما كيف كتشوفوا. وانا بعد ما كملت الكميه كاع اللي عندي كيف ما كتلاحظوا، غادي ندخلوها للفران طيب من التحت مزيان، ونشعلوا لها من الفوق ونتلاقاو. هي بعد ما طابت الكنافه ديالنا كتجي على هذا الشكل، الصراحه كتجي رائعه وكتجي بنينه. انا زينتها بقليل من الفرماج احمر من الفوق، تقدروا ما ديروش لها الفرماج احمر، تخليوها غير هكاك كذلك كتجي زوينه. هاد التحميره ديالها كتجي رائعه. نتمنىكم انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجباتكم كيف العاده ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك ولي كومونتير، قولوا لي كيف جاتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله بإذن الله.